إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا في الخطبة السابقة أن للإنسان عدوان لدودان لن يستطيع أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل إلا إذا تغلب عليهما وانتصر عليهما. العدو الأول وهو الأصعب والأشد هي النفس، نفس الإنسان التي بين جنبيه، لأنها ملازمة للإنسان طول حياته، ولأنها لا تنفك أن تدعوه إلى شهوة طالما نظر إلى شيء. العدو الثاني وهو الأسهل والأيسر هو الشيطان، الشيطان الرجيم الذي يعتبر ذكره مرعبا لبعض الناس. حتى إذا سألت أحد الناس إذا طلق زوجته لماذا يا أخي، يقول لك ساعة شيطان، والشيطان شاطر. ليه؟ ضربت والدك، شتمت والدتك، أزيت جارك، خدت حق إخواتك، زنيت، سرقت، ساعة شيطان. هذا تصور خاطئ عن الشيطان. الشيطان ليس له دخل بك أبدا. هذا التصور أن الشيطان له القدرة على أن يجبرك على معصية أو يمنعك من الطاعة، هو أنت في هذه الحالة تجعل الشيطان ندا لله عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يجبر أحدا على فعل شيء. هذه من خصائص الله عز وجل، وهذا هو عين الشرك في الربوبية. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الشيطان يستطيع أن يدفعك إلى المعصية أو يردك عن الطاعة، فلا حاجة إلى تكليف البشر. يبقى التكليف ده ظلم. إزاي ربنا يأمرني والشيطان يبعدني؟ يبقى ملوش لازمة. إذن ده تصور خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب للشيطان منبر من نار يوم القيامة فيخطب في أتباعه. الله سبحانه وتعالى صور لنا هذا المشهد في القرآن الكريم. قال سبحانه: وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص اللي في الجنة في الجنة واللي في النار في النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ماليش قدرة أن أقول لحد يعمل وما تعملش، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذني زنيت، اسرق سرقت، إنما أكبر لو قلت لك ارمي نفسك في البحر هترمي؟ لا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنت اللي غلطان. حد قال لك صدقني؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنتوا هتنقذوني ولا أنا هنقذكم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنتوا قلتوا لي أنا قادر وما أقدرش، لا، أنا أكفر بهذه الصفة. أنا ما قلت لكمش أن أقدر. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى الشيطان يتبرأ من أتباعه في يوم الحسرة ويذكرهم ويؤكد لهم أنه ليس له سلطان عليهم أبدا. أما المشكلة جت منين؟ جت من النفس. أنت صاحب نفس خبيثة. الشيطان نظر في نفسك فرآها مريضة بكذا فوسوس لك بهذا الأمر. هذه الدعوة فقط هي تزيين الباطل
والدعوة إلى الفساد. من يستجيب لهذه الدعوة ومن يرفض هذه الدعوة؟ القرآن الكريم أجاب عن هذا السؤال. قال سبحانه في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال سبحانه في سورة الحج: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. كل الناس؟ لا، إلا عبادك منهم المخلصين. الله سبحانه وتعالى عقب قال: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى مين اللي بيتبع الشيطان؟ الذين أعرضوا عن ذكر الله. الذكر والقرآن الذي أمرنا الله أن نتحصن به من وساوس الشيطان. قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يبقى مين اللي بدأ؟ الشيطان ولا الإنسان؟ الإنسان هو اللي بعد. ومن يعش عن ذكر الرحمن، الإنسان لما بعد كان الشيطان قرينا له ملازما له يأمره بالفساد وينهاه عن الطاعة. طب هيجي واحد يا شيخ، بعض العلماء والمؤمنون يقع منهم ذنوب، نعم، ولكن هذا ليس من قبيل تسلط الشيطان، لأن ذنوب الصالحين يتبعها التوبة والاستغفار فيعودون أقوى عليه في الإيمان مما كانوا قبل المعصية. إنما سلطان الشيطان على الكافرين كما قال الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. السلطان ده جه منين؟ بسبب استمرارهم على المعصية، فلا يكادون يقلعون عن معصية إلا وقعوا في غيرها وأشد منها. قال سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. اللي بيبعد عن القرآن وعن الذكر أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طب إيه قصة العداوة دي؟ ليه الشيطان بيعمل كل ده؟ إيه هي أهداف الشيطان؟ الشيطان له هدف وحيد يسعى إليه على المدى البعيد، وهو أن يلقي بابن آدم في الجحيم ويمنعه من الجنة. قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ربنا بيقول لك الشيطان ده عدو، المطلوب منك فاتخذوه عدوا. لماذا يا رب؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ده الهدف بتاعه، عايزك تخش النار مرة واحدة؟ لا، الشيطان له في تحقيق هذا الهدف عدة خطوات أو عدة أهداف فرعية. الأول دعوة الإنسان إلى الشرك والكفر بالله تعالى عز وجل. قال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هو كده الشيطان يجي يقول له اكفر واكفر؟ الشرك له صور كثيرة، كالاعتصام بغير الله عز وجل، والاستعانة بغير الله عز وجل، والمبالغة في تقدير غير الله عز وجل. الدولة الفلانية لا تغلب، الساحر الفلاني شاطر، أنت بذلك أشركت بالله عز وجل. روى مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: أيها الناس، إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، ومما علمني في يومي هذا إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود على الفطرة، قلب سليم،
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن الدين وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى دي شغلة الشيطان الأساسية، يخليك تشرك بالله. طب فإذا لم يفلح في هذا الأمر تيجي الخطوة الثانية، أوقعه في الذنوب. الشيطان إذا ما استطاعش إنه يوقعك في الكفر أوقعك في الذنوب. هو راجل بيرضى كده، خلاص يا عم مش هتكفر، اعمل سيئات، فيرضى بما دون ذلك من المعاصي والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد آيس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى بها. أهم حاجة أنك ما تكونش على الصراط المستقيم. وفي حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. احنا نقعد فاضيين؟ لا، يوقع ده في ده، تحصل مشكلة بين ده وده، يطمع ده في ده، طول ما في مشاكل هو مبسوط. يبقى أي عبادة محبوبة لله عز وجل هي مكروهة عند الشيطان، وأي معصية يبغضها الله عز وجل هي محببة إلى الشيطان. طب الخطوة الثالثة، ما قدرش يوقعك في الذنوب، يمنعك عن الطاعة. يقعد لك كل سبل الخير، ما من سبيل خير سلكه عبد من عباد الله عز وجل إلا وقعد له الشيطان فيه. في حديث سبرة بن فاكه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطرقه، أي حتة هتمشي فيها في شيطان، في إبليس، فقعد له في طريق الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دين آبائك وآباء آبيك؟ فعصاه فأسلم، مش نافعة دي. فقعد له في طريق الهجرة قال: أتهاجر وتدعى أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. انت رايح بلد غريب بتبقى قاعد في بيتك. فعصاه فهاجر، برضه مش نافعة. فقعد له في طريق الجهاد فقال: أتجاهد وذلك جهد النفس والمال، فتقاتل وتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ يقول النبي: فعصاه فجاهد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده من فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. يبقى الأول بيدعوك للكفر، ما ينفعش هيدعوك للذنوب، ما ينفعش هيمنعك من الطاعة، ما ينفعش إنسان مؤمن وأطيع الله عز وجل يفسد عليك الطاعة. لن يدعك أبدا تستفيد بالطاعة، يأتي فيفسدها عليك حتى تحرم الأجر والثواب. عن عثمان بن العاص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي، لا أنا عارف صليت إيه ولا قريت إيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته، حسيت بقى وسوسة وبتاع، فاستعذ بالله منه ثم ادفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت فأذهبه الله عني. الشيطان مش هيخليك تصلي صلاة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء أحال وله ضراط حتى لا يسمع صوته. الشيطان يا أخوانا ضعيف، مجرد ما يسمع الأذان أو ذكر الله عز وجل يفر. أحال وله ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا أقيمت الصلاة، إذا سمع الإقامة
ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا فرغت رجع فوسوس. في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضي التثويب، يعني أقيمت الصلاة، رجع الشيطان فخطر بين العبد وبين نفسه، يوسوس له يقول: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. يبقى بقالك سنة بتدور على حاجة تكبر افتكرها لك. المدام امرت قالت لك هات حاجة وانت من البيت للجامع مش فاكر، تخش في الصلاة قالت لي هات كذا وكذا وكذا. ايه القصة دي؟ ما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يذكر كم صلى. يبقى الراجل انا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة؟ الموضوع يا اخوانا صعب. طيب يبقى الشيطان عشان يدخلك النار يدعوك الى الكفر، ما ينفعش هيوقعك في الذنوب، ما ينفعش هينهاك عن الطاعة، ما ينفعش هيفسد عليك الطاعة. طب بيعمل الحاجات دي ازاي بقى؟ ايه طرق الشيطان في الاغواء؟ اول طريقة اظهار النصح والتدرج في الغواية. الشيطان لما جاء لآدم وحواء قال الله عنه: وقاسمهما إني لكما من الناصحين. حلف لهم: والله أنا بنصحكم وما بغشكمش. هو ده الشيطان، عمره ما هيجي يحسسك ان الحاجة دي ضرر عليك، ده هيزينها لك، هيخليك فرحان بالمعصية، وبعدين لا يأتيك مباشرة فيأمرك بمعصية: إذن يا شيخ، ما فيش الكلام ده. ولا ينهاك عن الطاعة: ما تصليش يا شيخ، ما فيش الكلام ده. الشيطان يأتيك خطوة خطوة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالش لا تتبعوا الشيطان، خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان، مشيت أول خطوة جاية الثانية والثالثة والرابعة. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى أول حاجة يجي يدعو الإنسان إلى الكفر، فإذا نجاه الله من الكفر دعاه إلى البدعة، فإن نجاه الله من البدعة والتزم طريق السنة أوقعه في الكبائر، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن نجا من الصغيرة شغله بالمباح الذي لا فائدة منه. يا شيخ اقعد اتعشى وما تروحش تصلي العشاء، اقعد مش عارف أي حاجة هي مش حرام بس خلاك سبت الطاعة. شغلهم المباح الذي لا فائدة منه، فإذا لم ينجح شغله بالمفضول عن الفاضل، وإن كان المفضول خير. يقول لك لا ما تروحش المقرأة، روح سلم على فلان. طب ما تصليش العشاء، اعمل كذا الأول، فتعدي منك العشاء، يبقى خلاك اشتغلت بحاجة هايفة أو حاجة هي خير إنما سبت الأحسن منها. يبقى الإنسان ما بيتبعش خطوات الشيطان إلا إذا ترك له الزمام وترك لنفسه اتباع الشهوات. قال سبحانه وتعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، آخرك ضلال، ويهديه إلى عذاب السعير. يبقى أول حاجة إظهار النصح والتدرج في الغواية. تاني حاجة تزيين الباطل. هو قال لربنا: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. التزيين ده ليه وسائل كتير. أولا أن يسمي المعاصي بغير اسمها، بأسماء محببة إلى النفس، زي ما جه سيدنا آدم قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ هي شجرة الخلد بس أي اسم حلو وخلاص اقنعك. احنا اليومين دول نفس الطريقة، نسمي الربا فائدة، ونسمي الرشوة إكرامية، ونسمي الفنانة العاهرة الممثلة العاهرة فنانة ونجمة، ونسمي النصب ذكاء، وقيس على ذلك. بل ونسمي التلاعب في القرآن والتغني والتراقص والمياعة في الأداء نسميه قراءة بالمقامات، وهي في الأصل اسمها قراءة بالألحان. إنما الشيطان زين لهم: أنت بتقرأ بالمقامات، الله عليك يا شيخ. ومن التزيين أيضا تسمية الطاعات بأسماء بغير اسمها، ووصف الصالحين بصفات مشينة. زي ما يجي قوم عاد
قالوا لسيدنا هود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وزي فرعون ما قال لموسى وهارون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. برضو اللي من دول الشيخ إرهاب، والملتزم متذمت ومتخلف، والمنتقبة لابسة خيمة. هي دي المشكلة. ده أخواننا من تزيين الشيطان، فيأتي فتبغض الشيخ وتبغض الملتزم وتبغض هذا الإرهابي. هو مين اللي قال عليه إرهابي؟ الله. الله قال ذلك؟ أبدا. إنما الشيطان قال لهم قولوا كذا. ليه؟ عشان ما نحبهمش، وطول ما أنت ما تحبوش مش هتتابعه. يبقى إظهار النصح، تزيين الباطل، ثالث حاجة التسويف. قال سبحانه إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. إيه اللي وصلهم للدرجة دي؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول زين لهم المعصية، وأملى لهم يا عم أنت لسه صغير، تعال صلي يا شيخ لما أكبر، صلي يا أستاذ لما أتجوز، مش عارف أعمل إيه لما أشتغل. وما أدراك إيه اللي اداك خبر إن أنت هتعيش لما تشتغل ولا تتجوز؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إنما الشيطان يجي وأملى لهم، وأملى لهم. يبقى عندنا التسويف، ثم عندنا بعد ذلك تهوين المعصية. تبقى عامل بلوى ويجي يقول لك يا شيخ إن الله غفور رحيم. يا عم ده غيرك عمل أكتر من كده. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه في سورة الإسراء وكل عبادي يقول التي هي أحسن. ليه يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الله يأمر نبيه أن يقول للمؤمنين تكلموا بالطيب من القول وبالحسن من القول. لماذا؟ لأن الشيطان قد يأتي ينزغ بينهم، يوقع بينهم العداوة، فيتحول الكلام إلى فعل، فتقع البغضاء ويقع الشر. كم مزاح قلب إلى جريمة بسبب ما سمعناش كلام ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير أحدنا إلى أخيه بحديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدعها. وفي حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم بسلاح على أخيه فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يبقى من طرق الشيطان في الغواية قلنا النصح والتدرج في الغواية، ثم تزيين الباطل، ثم التسويف، ثم بعد ذلك تهوين المعصية. الأمر الخامس الأماني والغرور. الله سبحانه وتعالى قال عنه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. الشيطان لا يأمر ولا يهدي ولا يدعو إلى حق، هو فقط يدعو كل إنسان بحسب ميوله ومشتهياته. فتجد يدعو هذا إلى السرقة، ويدعو هذا إلى النظر إلى النساء، ويدعو هذا إلى الطمع في السلطة. لماذا لا يأمر كلنا بنفس الحاجة؟ لأن الشيطان كما ذكرنا نظر في النفس الخبيثة فرأى أين مرضها فوسوس له بهذا الأمر. هي دي النقطة. تلاقي واحد الشيطان يوسوس له بالستات، بص واعمل وفكر واتصل وزني، والست برضه يوسوس لها بنفس الطريقة. ليه؟ هي نفسها ضعيفة من هذه الناحية. يبقى الإنسان أو الشيطان
يمني الإنسان ويعده بالغرور. الأمر السادس مجاوزة الوسطية، يا إما يغالي يا إما يفرط. قال أحد السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير. يا عم نصلي وربنا هيقبل، يا أخي الصلاة خاطئة، يا عم ربنا هيقبل. وإما إلى مجاوزة وغلو، واحد تاني يشدد على نفسه. هذا الأمر قال: وإن الشيطان لا يضره بأيهما وقع. تفرط بقى أو تغالي، كده كده انت رايح في داهية. غالى قوم في أنبيائهم وأتباعهم حتى عبدوهم، زي قوم سيدنا نوح. وفرط آخرون فقتلوا أنبياءهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. حتى هذه الأيام غالى بعض الناس في أهل الصلاح والخير. يجي واحد يموت، إنسان عادي، نعمل له مقام. يا أخي وما يدريك ما بينه وبين الله، يمكن ظاهره خير، تعمل له مقام ليه؟ وتخش في دائرة الشرك والتقديس. أو النجاة في الصالحين، يشوف الشيخ يبعد، يا عم لا، الناس دي شبهة. ده يا اخواننا الغلو والتقصير. الأمر السابع القول على الله بغير علم. دي مصيبة. هذا ما أفسد العقائد وحرف الشرائع. أن خاض ناس في أمور لا يحسنونها، فأخذوا يتكلمون على الله بغير علم، ويتعرضون لفتاوى لا يعلمون مداها. هؤلاء والله يخشى عليهم من الإفك والكذب والتزوير. قال الله عن أمثالهم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. حينها لا يدعون إلى هدى ولا يأمرون بحق أبدا. الأمر الثامن من طرق الشيطان في الغواية الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. اتنين عكس بعض والاتنين كبائر. الأمن من مكر الله، يأتي الشيطان فيغريك بصحتك وشبابك ومالك، يقول لك خليك على المعصية، انت لسه صغير، فتأمن مكر الله عز وجل فتتهاون. والتهاون هو سلم الشيطان وسبب الخسران. قال سبحانه: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا لم يفلح، ما ينفعش خليك متهاون ويجي الصلاة صلي، شدد عليك في الأمر. لو عملت كدبت كدبة ولا عملت حاجة انت رايح النار. فيقنط من رحمة الله عز وجل وينسى أن الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما أذنبت ومهما أخطأت إياك أن تقنط من رحمة الله، هذه نفسها جريمة. مهما أخطأت ارجع، لك رب غفور رحيم وسعت رحمته كل شيء. فإذا أذنبت لا تقنط، وإذا كنت في نعمة لا تأمن مكر الله عز وجل. نختم بأمرين. الأمر الأول أن كيد الشيطان ضعيف مهما بلغ. قال سبحانه وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ده ربك اللي بيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أمال إيه القصة؟ قال سبحانه وتعالى عن الشيطان: إنا جعلنا الشياطين أولياء لمين؟ للذين لا يؤمنون. طول ما أنت بعيد أنت عرضة لأن تجتالك الشياطين فتبعدك عن الدين. ابن القيم رحمه الله قال: لما علم إبليس أن الله يحفظ عباده الصالحين وأنه ليس له عليهم سلطان، قال لله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى أنت كلما قوي الإيمان
بعد الشيطان عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا قط إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. الكلام ده مش خاص بعمر، خاص لكل من كان على الإيمان. لذلك السبيل الوحيد إن الشيطان يبعد عنك أن تلجأ إلى الله عز وجل، هو القادر على أن يحميك من الشيطان. قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى مس الشيطان بالنسبة لهم نعمة، لأنهم بيعودوا مرة تانية لله عز وجل. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فقط. ما تقولش بقى أنا عالم وأنا شيخ وهقدر، أبدا، والله إن لم يحميك الله لن ترى ملجأ غيره. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأمر الثاني لربط الخطبتين: الشيطان والنفس هما سبب أمراض القلوب. وأمراض القلوب هي أمراض شهوات وأمراض شبهات. المرض الأول مرض الشهوة عبر الله عنه في سورة الأحزاب فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شهوة، ما بيصدق كده ضفر يبان يبص عليه لأنه قلبه مريض بالشهوة. تجي له فرصة يسرق بيسرق، أي حاجة يعملها بس مستني فرصة يعصي الله عز وجل. ده اسمه مرض الشهوة. والمرض الثاني مرض الشبهة. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال مجاهد وقتادة: الشك. طب ايه بقى اللي يشفي امراض القلوب سواء امراض شبهات او امراض شهوات؟ القرآن الكريم فقط. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طول ما انت على القرآن سوف يبين لك الحق من الباطل وتستبين بالدلائل والبراهين سبيل الحق فيذهب عنك مرض الشبهة. طول ما انت على القرآن ستجد ترغيب في الآخرة وتزهيد من الدنيا وقصص السابقين فيذهب عنك مرض الشهوة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها له يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا مخذولين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة.